ممكن حضرتك تحكي لي بس ايه اللي حصل النهارده في اللجنه، يعني لجنه الزاويه الابتدائيه في مركز دمنهور، ايه اللي حصل بالظبط؟ حضرتك احنا شغالين على بعد 100 متر من اللجنه. تمام. بنساعد المناديب وبنساعد الناس، بنطلع لهم ارقام الانتخابيه بتاعتهم عن طريق فلاشه النت. ضابط الشرطه اللي هو تبع القوات المسلحه مش عاجبه الكلام ده، لان عايز الناس في تكدس على اللجنه، واحنا عايزين نساعد الناس. كل شويه احنا بالذات يعني كذا واحد قاعدين بلابتوب، احنا بالذات احنا معينين بالذات ابعدوا عن اللجنه. يعني احنا بيننا وبينك 150 متر، ومن بكره مش عايز اشوف وشكم، من بكره ما حدش يجي هنا، من بكره ما حدش يجي هنا. قلت له العساكر بتوع حضرتك، الافراد الجديد بتوع حضرتك بيدعوا لاحمد شفيق. قال لي انا وصلني الكلام ده هوت، وانا منعت كده وسيطرت على الموقف بالنسبه يعني هو اعترف ان العساكر بتوعه بيدعوا لاحمد شفيق؟ اعترف ان في ناس قالت له ان احمد عساكره بتدعي لاحمد شفيق. تمام. 5 دقايق ولقيت الناس برضه زحمه تاني، وناس جايه عازلين له اصواتها، وفي زحمه وتكدس تاني على المقر. فبنطلع ناس شغالين تليفونات رسايل ومشغلين اللابتوب. جه سيادته اخذ اللابتوب ومشي، وقف حل الدنيا وخد اللابتوب ومشي. تمام. طب حضرتك سالت حد من الناس انه العساكر وجهته لاحمد شفيق؟ الناس هم اللي جم قالوا لي، يعني الناس هي اللي جت تشتكي؟ في بعض العساكر بيقولوا علموا على السن. تمام. اللي هو رمز المرشح. طبعا احنا اشتكينا للضابط المسؤول، وفي اكتر من واحد من طرف تاني اشتكى عن نفس الكلام، ولكن طبعا هو زي ما قال انا خلاص سيطرت على الموقف والكلام ده مش هيتكرر، فنأمل. ولكن ده طبعا دليل على ان في مشاكل حاصله فعلا بينهم. يعني طب هو خد اللابتوبات يعني عشان يداري على مشكله احمد شفيق طيب، ولا ايه بالظبط؟ والله بصراحه مش عارف، بس ده ممكن. احنا مستشفين ان في ضغط على الجيش، ده امر وارد. احنا مستشفين صراحه كده ان في ضغط على الناس دي. ده اخر الكلام وخلاص الكلام، الناس دي مضغوط عليها لان شايفين التيار الاسلامي في تقدم، فعايزين يوقفوا التقدم ده. ده خلاصه الكلام من الناس اللي على الحضر. شكرا يا فندم.